اهلا بكم في روتين 5 رمضان بعد الفطار. تعالوا بينا، انا كده احب اخد بس الفنجان ده عشان نعمل قهوة. اولا انا مش مصدقة انه خلاص النهاردة 5 رمضان، هو ازاي كده؟ انا مش مصدقة بجد ان رمضان خلص بالسرعة دي. بسم الله. هنشرب القهوة، واحنا بنشرب القهوة هقول لكم روتيني وانا بشرب القهوة بعمل ايه، عشان ليه روتين معين كده. عايزين تشوفوا بقى ديكورات رمضان في مطبخي؟ تابعوني على القناة سارة إدريس. يلا بينا نروح بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة. وده روتيني، بقعد اقرا بقى مع فنجان القهوه. انا دلوقتي بقى جيت للفقره اللي بعد كده، وهي فقره مهمه جدا جدا بالنسبه لي. انا الحمد لله صليت المغرب بعد الفطار وفطرت، وطبعا خدت القهوه وطبعا كل الكلام ده. بشرب بقى عصير دلوقتي. ده المشروب ده يعني مشروب بقى ايه الروحانيات بالنسبه لي بقى، ان انا اقعد اقرا قران، ان انا اقعد اكتب مهام ورايا، ان انا اقعد اقرا في الكتاب، ان انا اقعد افسر حاجه، اقعد اشتغل ايا يكن. ولكن طبعا الاولويه بالنسبه لي دلوقتي ان انا بقعد افسر واتدبر في القران. فانا النهارده عندي تدبر في جزء عامه كله. هتتخضوا لو تتخضوا. جزء عامه صغير جدا، وصور قصار كسار الصور هي في جزء عامه او في الجزء ال30. فبالنسبه لي هو جزء سهل ان انا اقدر ان انا افسره، فده اللي انا بشتغل عليه دلوقتي. هبدا بقى ان انا ايه امسك كده جزء عامه من اول صوره لحد اخر صوره. وطبعا ان شاء الله انا هنزل لكم سلسله قصيره جدا جدا عن التدبر في القران الكريم من جزء عامه. وليه هبدا في من جزء عامه؟ لان قصار الصور دايما بنقراها في الصلاه، ومعظمنا بيقراها وهو مش فاهم معنى الايات ومعنى الكلمات اللي جوه الايات. فان شاء الله هنعمل الموضوع ده سوا. بسم الله ما شاء الله. عارفين لما تكونوا بتقرأوا حاجة وتحسوا ان ربنا بيفتح عليكم، كل ما تقرأوا ربنا يفتح عليكم اكتر، كل ما تقرأوا تحسوا انك بتفهموا اكتر. ده اللي انا بحس بيه دلوقتي. اللهم لك الف حمد وشكر. واما بنعمة ربك فحدث. فانا بحدث عن نعمة ربنا اللي اداها دلوقتي عشان انتوا كمان تعملوا زيي. انا دلوقتي وصلت للصور دي، ولسه هكمل ان شاء الله لحد اخر صورة، لحد اخر صورة في جزء عامة قبل ما انام ان شاء الله النهاردة اكون مخلصاها. وان شاء الله الفيديو ده ينزل لكم بعد ما اجدد الباقه بقى عشان تكونوا تشوفوه باذن الله على خير. اقول لكم بس حاجه مهمه قوي، ان انا بتابع برنامج وقناه نفس المطمئنه بتاع الدكتوره اسماء سعد على اليوتيوب، فياريت تتابعوها. هي بتعمل دلوقتي حلقات زي كورس كده بتديه في رمضان كل اثنين وخميس، بينزل الساعه 8 ان شاء الله. فطبعا الحلقه بتاعت النهارده بتتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن الناس ازاي هم يعني مش بيصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح. وكان الواجب بتاعها ان انا كل يوم اطبق حديث شريف في حياتي. فانا هبدا من النهارده، وعندي المجمل ده بتاع الاحاديث، وعندي كمان كتاب تاني اسمه النووي او الاربعين النوويه. فانا دلوقتي كل يوم هاخد حديث بامر الله واطبقه في حياتي ان شاء الله باذن الله. كمان عشان جوعت كده دلوقتي الساعه 9:30، عشان جوعت هعمل الكيتو كوفي. ناس كتيره سالتني هو ايه الكيتو كوفي يا ساره، كمان سالوني على التيك توك. زي ما انتوا شايفين كده هو يعني مشروب لزيادة حرق الدهون اللي موجودة في الجسم، وطبعا بيدي طاقة وحاجات زي كده. فانا هاخده بدل ما اخد مثلا شاي تاني او قهوة. انا خدت القهوة بتاعتي، فهاخد ده دلوقتي ان شاء الله. عايزة اوريكم الدرج بتاعي بعد ما اترتب يا بنات. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ تمام. ده من درجي من ادراج المكتب. كمان رتبت الدرج دوت. عايزة اوريكم صورتي انا ومامتي وانا صغننة. وبس كده. دلوقتي بصراحة انا اخدت الكيتو كوفي وفات اكتر من نص ساعة، المفروض ناكل بعدها. فانا هعمل ايه؟ بص انا مش بكتر كتير، بعمل ليمون، بحط كده نقطتين ليمون على علبة الزبادي. تمام. واقسمهم كده وابدا ان انا اكلها مشبعة، وفي نفس الوقت ايه مش هتخليني اكل كتير وكده. فجربوها هتعجبكم قوي على فكرة، بس ما تكتروش الليمون.